انتوا عارفين ان مصر نالت شرف كسوة الكعبة لمدة 7 قرون؟ وبدأت الحكاية بعد فتح مكة على طول، لما امرأة حرقت كسوة الكعبة بدون قصد وهي بتبخرها، فسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كساها بايده الشريفتين بحبرات يمنية بيضة وقباطي مصرية. وكان أول خليفة مسلم يطالب بعمل كسوة للكعبة في مصر هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقام سيدنا عبد الله بن عمر بصناعتها في مصر على نفقته الخاصة، وبعدين سلمها لسدنة الكعبة من بني شيبة للقيام بكسائها. وبعد كده اتنافست الأقطار العربية كلها لأنه شرف عظيم جدا، ولكن كان لمصر نصيب الأسد عشان شهرتها العريقة في صناعة المنسوجات، وخاصة في العصر المملوكي. وده كان العصر اللي انفردت مصر فيه بكسوة الكعبة طول 275 سنة تقريبا. كان أول من كسى الكعبة في العصر ده هو السلطان الظاهر بيبرس سنة 661 هجرية، وفي عصره بدأ أول احتفال للمحمل المصري، فكانت الخيل بتطوف هي والجمال وهم حاملين كسوة الكعبة وكسوة غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الاحتفال ده كبير جدا، بيطوف حوالين شوارع القاهرة، كان السلطان نفسه بيحضره. أما بقى سنة 1818 اتعملت في مصر حاجة اسمها دار الكسوة، ودي معمولة مخصوص عشان تعمل كسوة الكعبة، وده فضل دايم ان مصر هي اللي بتعمل كسوة الكعبة لحد سنة 1962، ودي كانت آخر كسوة خرجت من مصر، وده كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولكن الحملة دي اللي كانت شايلة كسوة الكعبة رجعت مصر تاني قبل ما توصل السعودية، وده بسبب خلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل رحمة الله عليهم. وبعدها الملك فيصل قرر ان كسوة الكعبة بعد كده تتعمل في السعودية،